احنا في الحلقات اللي فاتت شفنا الأب والأم اللي كانوا سند لبنتهم علشان تحقق اللي هي عايزاه، بس في الحلقات دي بقى مختلفة جدا. هنشوف الزوج اللي كان أساس في مسيرة مهنية لزوجته، وهو اللي خلاها تكمل مسيرتها المهنية بإن هي تكمل كلية وتبدأ في الشغل بتاعها وتحقق النجاح الكبير اللي احنا هنشوفه دلوقتي. احنا دلوقتي في قصة إنسان مختلف جدا، قصة مفيدة عبد الرحمن. يلا بينا نعرفها. اتولدت مفيدة عبد الرحمن 20 يناير 1914 في الدرب الأحمر في القاهرة. كان أبوها خطاط للغة العربية وكتب 19 نسخة من القرآن الكريم. كان أبوها موظف في المساحة وكان مثقف وعلم عياله الخمسة. كان عنده بنت اسمها توحيدة علمها في كلية الطب، وكانت توحيدة دي هي مركز إلهام لمفيدة عبد الرحمن في رحلتها التعليمية. مفيدة عبد الرحمن كان نفسها ان هي تخش كلية الطب زي أختها توحيدة، بس هتخش كلية حقوق جامعة فؤاد الأول. دخلت وهي عندها 5 سنين المدرسة الداخلية، والنوع ده من المدارس مش موجود دلوقتي في مصر، وهو بيبات فيه الطلاب لمدة الدراسة، وبعد كده بيروحوا في الأجازات لبيتهم. بعد كده دخلت في الثانوية المدرسة الثانية، ودي كانت أول مدرسة لتعليم البنات في الشرق الأوسط والعالم العربي وفي أفريقيا، اللي اتعملت أيام الخديوي إسماعيل. وفي سنة 1933 وهي عندها 19 سنة اتجوزت محمد عبد اللطيف. في الوقت ده كان عادي إن البنات تتجوز وهي في سن صغيرة. محمد عبد اللطيف كان عنده محل بيع مصاحف وكان ناسخ للمصاحف. وفي الوقت ده كانت مفيدة عبد الرحمن في البكالوريا اللي هي الثانوية العامة، يعني كانت في ثالثة ثانوي في آخر سنة. بس للأسف شجعها محمد إن هي لازم تكمل وإن هي ما ينفعش تضيع السنين دي كلها، وفعلا تخش الامتحانات مرة تانية وهي كانت حامل وتنجح. كان نفسها إن هي تخش طب، بس دخلت حقوق جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي، ودي أول جامعة مدنية في العالم العربي وفي الشرق الأوسط. كان زمان في الجامعات المرتبطة بمؤسسات دينية زي جامعة الأزهر، لكن دي كانت جامعة مدنية غير مرتبطة بمؤسسات دينية. شجعها محمد مرة تانية إن هي لازم تكمل وإن هي لازم تخش الكلية، وفعلا راحت تقدم ورقها في الكلية. عميد الكلية رفض لأن هي كانت متجوزة وكانت لسه مخلفة ابنها الكبير عادل. وكان طبعا في الوقت ده غريب إن البنت مثلا لما تكون مخلفة إن هي تروح تتعلم، فإما تكون ست بيت بس يا إما تكون مرأة متعلمة بس. محمد خد مفيدة وراحوا على طول على العميد الكلية علشان يقابلوه. مفيدة بتروي المناقشة اللي دارت ما بينه وما بين عميد الكلية، وبتدل على مدى تحضره. بيقول إن المفروض إن البنت والولد يتعلموا، العلم مش مقتصر بس على الولد، وكل الأديان بتشجع على فكرة تعليم الناس سواء بنات أو ولاد. وفي سنة 1935 تخش كلية الحقوق وهي يكون عندها ابن واحد بس، لكن سنة 1939 تتخرج من الكلية وهي عندها 5 عيال، وهنا تكون أول أم تتخرج من كلية حقوق. بتقول في فترة دراستها بقى إن هي ما كانتش بتغيب عن المحاضرات، ولو غابت بسبب تعب أو بسبب الحمل والولادة فكان أصحابها بيجوا يجيبوا لها المحاضرات وتذاكرها، وكانت بتنجح. وأول ما اتخرجت سنة 1939 بعتت لها هدى شعراوي رسالة إن هي بقت عضوة في جمعية اتحاد النسائي اللي كانت بتقوده في الوقت ده هدى شعراوي. كانت مبسوطة قوي مفيدة عبد الرحمن بالخطوة دي، لأن هي كده هتقابل مراتات بشوات وبهوات مصر في الوقت ده. في الوقت ده بعد ما بيتخرج الطالب في كلية الحقوق بيمر بمرحلة انتداب أو مرحلة تكليف. بتقول بقى في فترة الانتداب أو التكليف جالها قضية غريبة قوي من نوعها، إن كان في بنت قتلت جوزها بسبب إن هي كانت بتحب حبيبها، واهلها فرضوا عليها ان هي تتجوز جوزها ده، وهي بتقول ان هو كان قصير وما كانتش بتحبه، فراحت قتلته. فلما راحت مفيدة عبد الرحمن تقابلها وراحت تتكلم معاها وتشوف ورق القضية، حست ان هي مش مقتنعة ببراءة المتهمة، فاعتذرت عن القضية دي لان هي كانت مقتنعة بان المحامي لازم علشان يقنع القاضي ببراءة المتهم لازم هو في الاول يكون مقتنع ببراءة المتهم. بعد كده محمد جوزها كان بيجيب لها قضايا، كانت القضية دي كان بتاخد مثلا في مقابلها شوية سكر على مثلا منديل رجالي قماش محطوط فيه بيض وتفاح. كانت سعيدة قوي بالمقابل البسيط ده لان هي كانت شايفة ان هي بداية مبشرة، فاكيد هتكون بسيطة والقدام لسه جاي. كانت اول قضية بتترافع فيها كانت قضية قتل خطأ او قتل غير متعمد وجابت فيها براءة. بعد شوية كده بدأ صيت مفيدة عبد الرحمن يسمع، وبعد كده بدأت تشتغل في مكتب محاماة عند أستاذ ليها في كلية حقوق جامعة فؤاد الأول. في سنة 1944
كان في مؤتمر عربي دولي، وده كان قبل ما تتعمل جامعة الدول العربية. كانت الملكة فريدة حاضرة المؤتمر ده، وكان في وفد نسائي اللي كانت القائدة بتاعته هدى شعراوي. طبعا مفيدة عبد الرحمن كانت حاضرة فيه. مفيدة عبد الرحمن كانت مبسوطة جدا إن هي قابلت ملكة مصر الملكة فريدة، وكانت مندهشة بإن الملكة فريدة بتتكلم عن الممرضات والمستشفيات الخيرية اللي كانت دايما بتروحها وكانت دايما بتدعمها، لأن هي قبل كده كانت عارفة أو كانت شايفة إن الملكة مهتمة بس بالأزياء وبالهدوم، ملهاش أي دور غير كده. استمتعت جدا بكلامها مع الملكة فريدة. بعد كده اشتركت في جمعية فاطمة نعمة راشد وجمعية درية شفيق اللي هي كان اسمها بنت النيل. درية شفيق راحت اقتحمت البرلمان علشان تدعم حقوق المرأة في التصويت والترشح مع 1500 بنت، فاترفع عليها قضية، واللي اترافع في القضية دي كان مفيدة عبد الرحمن، وفعلا جابت لها البراءة. وفي سنة 1952 تتسجل مفيدة عبد الرحمن كأول محامية نقض، وبتترافع قدام محاكم النقض. وفي الخمسينيات كانت بتترافع قدام محاكم عسكرية في قضايا التآمر ضد الدولة، وبرضه هنا تكون أول محامية تترافع قدام محاكم عسكرية. وفي سنة 1959 بقت عضوة برلمان، واستمرت عضوة لمدة 17 سنة، لأن هي كانت عضوة نشطة جدا في البرلمان، وكمان فتحت مكتب ليها خاص، وبرضه تكون أول محامية تفتح مكتب خاص ليها. زي ما احنا شفنا في الحلقة، الزوج والزوجة كان ما بينهم احترام كبير جدا. هو شجع زوجته لغاية ما بقت مفيدة عبد الرحمن أشهر محامية في مصر وفي العالم العربي. كل ده بسبب الحب والاحترام في علاقتهم مع بعض، لا هو عمره قلل منها ولا هي عمرها قللت منه. بس تفتكروا بقى دلوقتي، هل في شخصية زي محمد ومفيدة، ولا الشخصيات اللي زي دي اختفت؟ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم الحلقات الجديدة، وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. هل شفتوا شخصية زي مفيدة ولا لأ؟